السلام عليكم ورحمة الله. مين فينا بقى ما بيحبش كده الجيلي او الكاندي ديت؟ حاجة بقى كده كولاجين طبيعي مغذي مفيد وصحي للأطفال وللكبار. كلنا بنعشقه، وهنعمله كمان بطبقة اللي هي السكر اللي هي بتبقى اللي فيها مزازة شوية. هقولك ازاي برضو تعمليها، وهتطلعي احلى جيلي كولا في البيت او كاندي الجيلي كولا زي ما بيسموه بقى، مسميات كتير، بس هو حاجة لذيذة ومغذية وفي نفس الوقت كولاجين طبيعي مفيد للركب ولصحة البشرة والشعر وكل حاجة. صلي على الرسول. وقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش الاشتراك والدعم لقناتنا. اول حاجة انا هعملها باي نوع مياه غازية، يعني اسم مجهول، يعني والله انا ما اعرف، الولاد هم اللي جابوها لي من السوبر ماركت. انا قلت لهم اهم حاجه تكون حاجه مقاطعه، مش مقاطعه يعني. فجابي له النوع ده. باخد كده ربع كوبايه من اي بقى صنف منهم. انا معايا تفاح وبرتقان وكولا عاديه، واحط عليها معلقتين ونص جيلاتين وبدوبهم وبسيبهم على جنب. باخد بقى نص كوبايه من الكولا دي وعليها معلقه كبيره من العسل الجلوكوز، وبقلبهم على نار هاديه، يعني ما بتكونش النار عاليه، نار كده متوسطة او نار هادية. بفضل اقلب فيهم حوالي مثلا من 4 دقايق مثلا ل3 دقايق كده. وبعد كده ببتدي انزل بالجيلاتين اللي داب معايا في في الكولا الاولانية، وبقلبهم. بفضل اقلب فيه كده واسيبه، هيبتدي يطلع معايا طبقة كده من الريم، بشيلها كده بكل سهولة بالمعلقه زي ما بتشيلي الريم بتاع الشوربه او اي اكل مثلا بتبقي بتعمليه بيطلع ريم كده. هصفيه برضو بالمصفى احتياطي علشان خاطر لو فيها اي برضو تكتلات من الجيلاتين او اي ريم متبقي. ببخ كده بتوع السيليكون دولت وبنزل عليهم بالجيلي كولا بتاعتي. لازم بخة الزيت دي عشان تبقى سهله معاكي وانتي بتطلعيها. القوالب السيليكون دي موجوده في كل المحلات وسهله ما فيهاش اي حاجه صعبه يعني ان انت تعمليها. هنعمل برضو اللون التاني اللي هو بطعم البرتقال، نفس الكلام، ربع كوبايه عليهم معلقتين ونص من الجيلاتين. بقلبهم وبركنهم كده برضو على جنب. باخد برضو نص كوبايه بنزل عليها بمعلقه عسل جلوكوز. بصوا الطريقه سهله، انا عملت معاكم برضو علشان خاطر ناكد على بعض المعلومات. وبقلبهم برضو على نار هاديه لحد ما القوام بتاعي يتقل شويه. ببتدي انزل بالجيلاتين واحده واحده واقلبه برضو. اول ما يطلع الريم ببتدي اشيل كده الريم. انا بلم كل المقدار بالاسباتشوله علشان خاطر المقدار يبقى مظبوط معايا. بسيبه برضو يغلي شويه. بطلع الريم، سهل خالص وسريع، ما اخدش وقت معانا. الريم بيتشال بكل سهوله. برضو صفيته بالمصفى وهنزل بيه برضو في القوالب السيليكون بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعمل برضو الصنف الثالث اللي هو بالكولا بقى، اللي هو الشهير منذ الطفولة. برضو باخد ربع كوباية عليها معلقتين ونص جيلاتين ونص كوباية من الكولا. بنزل عليها بمعلقة من عسل الجلوكوز. ممكن لو ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن تستبدليه بشربات الواد تقيل اللي بتبقي عاملاه للكنافة، بس بتقليه اكتر، بيقولوا عليه السيرم بيبقى تقيل قوي، او عسل نحل. نفس الطريقة بنفس التكنيك، اي بقى طعم انت عايزاه. ممكن بدل الكولا خالص تجيبي جيلي وتدوبي برضو الجيلي في المية وتعمليه بنفس الطريقة. بحطه برضو في القالب. لازم تكوني حاطة القالب السيليكون دي على بلانشة خشب او اي حاجة خشب كده عشان تعرفي تشيليه بيها تدخليه الفريزر نص ساعة بالكتير، وهتطلعي احلى جيلي كولا. تدلعي الولاد وتدلعي نفسك، تعملي كولاجين طبيعي وصحي في البيت. والاشكال بصوا مبهجة، والالوان كده مع بعض منظرها تحفة. يا رب لو كل وصفاتي بتعجبكم ما تنسوش الاشتراك والدعم لقناتنا، واذكروا الله في التعليقات.